طبق النهارده من قلب الارض. طبق النهارده بطاطس بالرنجة، عبارة عن طبق كامل، وجبة غذائية كاملة مش محتاجة حاجة خالص جنبها. للنادي، للرحلات، للبحر، اليوم مش عايزة تطبخي ولا تعملي حاجة، ده كفاية. مكونات سلطة الرنجة بتاعتي النهاردة هي عبارة عن مكون الملك اللي هو رنجة متقطعة حتت صغيرة تتاكل بالمعلقة، وبيض مسلوق على حسب الكمية اللي انتم محتاجينها، عدس برضو على حسب الكمية اللي انتم محتاجينها، عدس طبعا مسلوق وما بحطش ملح في المية بتاعت سلق العدس عشان خاطر ما يتهريش، هو مسلوق بس مش مهري قوي يعني. وبصلة حمراء او نص بصلة حمراء، الاعشاب بقدونس، وبصلة خضراء او كمية البصل اللي انتوا بتحبوها في الاكل، وبطاطس مسلوقة بس برضو مش مهرية لانها هتتقطع سلطة. تعالوا نشوف هتتعمل ازاي. كده انا قطعت مكونات السلطة كلها تقريبا نفس الحجم. البصل على فكرة البصلة اللي استخدمتها كانت بصلة حمراء، البصل الاحمر بيبقى فيه نسبة السكر اعلى شوية، طعمه مسكر، عشان كده بيستحب ان احنا نستخدمه في السلطات او الحاجات الباردة، السندوتشات اللي على البارد اكتر من الطبخ، لان احنا لو حطيناه مثلا في الشوربة هنلاقيه لونه غمق، السكر اتحرق فلونه بقى اسود شوية، لونه مش مستحب في الشوربة. لو استخدمناه في الشوربه، لو استخدمناه في الطبخ برضو بيعمل لون محروق كده، مش ظريف يعني، فهو يفضل ان احنا في السلطات والسندوتشات نستخدم البصل الاحمر، بيدي طعم مسكر حلو قوي. كمان البطاطس اللي انا مستخدماها هي بطاطس بتتاكل بقشرها، فبالنسبه لكم انتوا لو متوفره البطاطس دي يبقى كويس، لو مش متوفره بنسلق البطاطس وبعدين بنحطها في ميه بارده وبعد كده بتتقشر معانا بسهوله وبتتقطع. سلق البطاطس ما بيبقاش طبعا 100%. دلوقتي ابتدي اركب المكونات مع بعض. هحط المكونات الناشفه شويه اللي تستحمل من تحت، البصل وبعدين الخضره، وبعدين هحط البطاطس بتاعتي، وبعدين هحط العدس بتاعي، وبعدين الملك كالمعتاد، الرنجة، وبعدين اخر حاجة البيض، واقلبهم بالراحة. هاجي دلوقتي عند اهم خطوة اللي هو السر في طعم سلطة الرنجة بالبطاطس، هو الصوص بتاعه. الصوص بتاعه سهل قوي. انا بجيب برطمان حطيت فيه شوية ملح، هحط عليه حوالي ربع كوباية زيت زيتون او على حسب الكمية، طبعا كمية السلطة، انا كمية السلطة عندي هنا مش كتيرة فحطيت عليها ربع كوباية بس. هحط عليها معلقة مستردة، وهحط عليها معلقتين مايونيز. المايونيز بتاعي قرب يخلص، فايه هحاول بقدر المستطاع ان انا انزل اكبر كميه، وطبعا هقفل البرطمان كالمعتاد وهرجه كويس قوي عشان اخد الصوص بتاعي. الصوص بتاعي ربط، احطه بقى على طبق السلطه بتاعي واقلب بالراحه. الصوص بتاعي في السلطه دي بحطه قبل التقديم بحوالي ربع ساعه علشان خاطر المكونات كلها تنسجم مع بعضها. لو عجبكم طعم الصوص ممكن تحطوا جنب طبق السلطه كوبايه فيها شويه صوص صغيرين وتزودوا على حسب ما انتوا الذوق بتاعكم. طبق السلطه ده بيتاكل لوحده ما جنبوش اي حاجه، لان فيه مصدر نشويات اللي هو البطاطس، فيه بروتين اللي هو الرنجة والعدس، وفي نسبة ملوحة جاية من الرنجة، وفي طعم الرنجة المدخن، طعم الدخنة اللي طالع من الرنجة، وكمان في الطعم المسكر اللي طالع من البصل الأحمر، وطبعا في بروتين تاني اللي هو البيض اللي احنا حاطينه. الطبق ده ممكن لو رايحين البحر، طالعين النادي،
ناخده. بس نصيحه مني ان انتوا ما تحطوش الدريسنج عليه، ما تحطوش الصوص بتاعه اللي احنا عاملينه عليه. الصوص يتحط في قلب علب، كل حاجه لوحدها، في حاجه تكون بارده شويه، يعني كيسه من اللي بتعزل الحراره، وعند التقديم او قبل التقديم يتحط عليه ويتاكل. لان المايونيز والبيض يعني مش مستحب انهم يستنوا في درجه حراره مرتفعه فتره كتيره، ممكن يفسد، فلا قدر الله ممكن يعمل مشاكل صحيه كبيره يعني. فالطبق ده انا شايفه ان هو طبق ممتاز، يتاكل لوحده مفيش جنبه اي حاجه، لانه بيحتوي على عناصر غذائيه كتير قوي، وطعمه كمان حلو قوي. ان شاء الله يعجبكم.